السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني اخوكم محمد، ودي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده هنتكلم عن خامة من ضمن الخامات بتاعتنا يا جماعة، ناس كتير جدا سألتني عليها، وهي يا جماعة ايه؟ ورق الرز او الايه الرايس بيبر. تمام. احنا ان شاء الله وفرناه في المحل وبكميات، واللي محتاجه طبعا ان شاء الله هيلاقيه متوفر عندنا وسعره كويس جدا جدا بالنسبه لسعر السوق. الحمد لله. طبعا احنا عارفين استخدامات طبعا ورق الرز دوت، في ناس ما كانتش تعرف استخداماته، فطبعا احنا عاملين الفيديو ده عشان نعرفهم بيستخدم في ايه. طبعا يا جماعه بيستخدم في حلو والحادق، بس احنا المجال بتاعنا هنتكلم عن الحلو طبعا. هو طبعا عشان برضك يبقى عندكم برضك ايه معلومه، بيستخدم في الحادق، بيتحشي مثلا هوت دوج او فرانك، او بيتحط فيه جبن او جمبري مع خس كده وبيتلف، وليه طريقه كده بيتعمل بيها. بس طبعا ايه بنحطه الاول في ميه دافيه، وبعد كده ايه بيفك، هو بيطرى معانا خالص. تمام. انا عايز اوريكم واحده برضك من جوه كده، ثواني كده اوريها لكم اهو يا جماعه. ده ورق الرز شكله كده اهو. تمام. ده بيتبل في ميه دافيه، ما تكونش سخنه يا جماعه، تكون دافيه يا دوبك فتره كده عشان ما يروحش ما يدوبش مننا خالص. وبعد كده بيتساب حوالي دقيقه مثلا كده في الميه، وبنطلعه. بيتحط طبعا على مفارش، وبنكون احنا عاملينها بقى ايه بتموجات كده اهوت معينه على حسب الشكل اللي احنا عايزينه، او على ظهر كاس كده اهوت حسب ما احنا بقى عايزين الشكل. وممكن نلون الميه اللي هتحط فيها الرز دوت، او نلونه بعد ما يطلع وينشف. تمام. وممكن ناخد الحروف بتاعته نعملها بالدست الذهبي او الفضي، طبعا حسب الديزاين اللي احنا عايزينه او الحاجه الشكل اللي احنا ايه حابين نعمله. تمام كده يا جماعه. ده كان بالنسبه لورق الرز، حبينا نعرفكم استخداماته وان هو موجود عندنا في المحل. اللي كان بيسال عليه يا جماعه ان شاء الله اتوجد وموجود بسعر كويس جدا. يا رب نكون افدناكم بالفيديو، ويكون الفيديو خفيف عليكم. هسند عليكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.